بريس لايف بودكاست، جريدة الإلكترونية الشاملة تتجدد على مدار كل ساعة إليكم ومعكم في قلب الحدث. سياسة، فنون ورياضة، مجتمع، إبداعات، فن وثقافة، إليكم في كل لحظة. ابقوا معنا مع الجديد في بريس لايف 24. تحياتي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة الأسبوعية: مستجدات في سوريا، وقفات تضامنية في قلب المغرب مع غزة، الدكتور بوبكر الونخاري بالمحكمة الاستئناف. كشفت الرياض يوم الخميس الماضي في دمشق خلال المنتدى السوري السعودي عن خطتها لإعادة إعمار سوريا. وعزز هذا الدعم الكبير حضور وفد سعودي ضم 150 ممثلا من القطاعين العام والخاص. وأعلن وزير الاستثمار عن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات استراتيجية متنوعة تشمل البنية التحتية والاتصالات والصناعة والسياحة والطاقة. وخلال هذا المنتدى سنوقع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي. أمام مساجد ب7-8 مدينة مغربية خرجت وقفات تضامنية تندد بتجويع وإبادة غزة الفلسطينية بعد صلاة اليوم الجمعة. ومن المرتقب أن خرجت وقفات أخرى مساء اليوم ذاته معتصمة للأسبوع 86 على توالي بشعار موحد هو: لا للتجويع، لا للحصار، لا للتطبيع. أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الثلاثاء 29 يوليو الجار حكمها في قضية بوبكر الونخاري عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقه، والذي يقضي بإدانته بعقوبة السجن موقوف التنفيذ لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 25,000 درهم. واعتبرت شبيبة الجماعة في بيان لها: متابعة بوبكر الونخاري تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية بسبب مواقفه الواضحة وانخراطه المبدئي في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي. وندد البيان بما وصفه الطابع السياسي الانتقامي لمحاكمة الونخاري، مسجلا أنه حلقة جديدة من التضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، مطالبا بوقف المتابعة وإسقاط التهم. وسجل البيان أن المحاكمة سياسية انتقامية مغلفة بغلاف قانوني محملة الجهات المسؤولة عن هذه المحاكمة تبعات المساس بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، واستمرار استعمال القضاء كأداة للضغط وتصفية الحسابات، داعيا الهيئات والضمائر الحية إلى مواصلة التعبئة والضغط من أجل رفع الحيف والظلم عن بوبكر الونخاري. وأدين الونخاري في الملف الذي كان يتابع فيه في حالة سراح بعد أداء كفالة بقيمة 5000 درهم بتهمة إهانة موظف، على إثر توقيفه يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء من مناسك العمرة ليتعرض للتوقيف.